زهقنا من الاكل في الجو الحار ده، فتعالوا النهارده نعمل ألذ فطاير سهله وسريعه كمان كده بحشوه اقتصاديه، والعجينه كده بتطلع قطنيه وحلوه جدا جدا زي ما انتوا شايفينها كده. بتبقى طريه وعاملينها النهارده بحشوه لذيذه جدا وهتعجبكم، وما بتاخدش معانا اي وقت، وكمان زي ما انتوا شايفينها كده خطيره جدا جدا. وعشان نعملها اول حاجه صلي على الرسول ولايك للفيديو لو اول مره بتشوفوني. اول حاجه هنجيب بوله هننزل فيها ب3 كوبايات من الدقيق، نص معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من الخميره، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من اللبن البودر، وهنخلطهم مع بعض كويس جدا. في الاول ننزل بتلت كوبايه من الزيت، وهننزل بكوبايتين ميه تدريجي لحد ما العجينه ديت تكون العجينه كده تكون متجمعه مع بعضها. وبعد كده لما اتجمعت كده نفضل نعجنها مدة ما تقلش عن من 7 ل10 دقايق لحد ما نوصل لقوام العجينة بالشكل ده، ما بتلزقش وملمسها فلافي كده وطرية وحلوة جدا. بعد كده هناخدها في البولة، ندهن العجينة كده، سطح العجينة ده هنخففها من الزيت، نغطيها ببلاستيك وبفوطة مطبخ ونسيبها في الجو الحر ده لمدة نص ساعة. بتكون اختمرت معايا وبتكون حلوة جدا لان المية بتاعتنا بتكون دافية تمام. بعد كده على ما تختمر نعمل الحشوة بتاعتنا. هنجيب بولة ننزل فيها بلانشون مفروم، بصلاية مفرومة، جبنة كده مربعات قطعتها قطع صغيرة بالشكل ده، بتبقى كريمية كده وحلوة. بعد كده فلفل احمر وفلفل اخضر، ربع كوباية كده او نص كوباية من الجبنة الموتزاريلا، معلقتين كبار من الجبنة الكريمي، ممكن نضيفها وممكن ما نضيفهاش على حسب المتوافر، نص كوبايه من الزيتون المفروم، ومعلقتين كبار من صلصه البيتزا او الكاتشب العادي تمام. نخلط المكونات دي كويس جدا جدا مع بعض، ولو في اي حاجه مش موجوده نقدر ان احنا نستغنى عنها. حرفيا الحشوه دي لذيذه وطعمها حلو جدا جدا. بعد كده العجينه بتاعتي اختمرت، هنبدا نخرج منها التخمير بالشكل ده. وبعد كده هنقطعها كويرات، يا اما صغيره يا اما كبيره على حسب بقى احنا عايزين مثلا الفطاير حجمها قد ايه تمام، فالحجم ده مظبوط جدا. بعد كده بنشكلها على ايدينا كده، وبعد كده رشه خفيفه جدا من الدقيق لان اوريدي العجينه بتاعتنا مش هتلزق ولا اي حاجه خالص. وبعد كده بشكلها كده كويرات، وبعد كده هنغطيها برضو ببلاستيك وبفوطه مطبخ، وناخد اول واحده احنا شكلناها. نبدأ نعمل بقى العجينة لان بتكون الى حد ما ارتاحت شوية، وبالتالي هتتفرد معايا بكل سهولة، ولا بتحتاج دقيق ولا بتحتاج نشابة ولا اي حاجة خالص، بايديا كده بتتفرد معايا بكل سهولة. وبعد كده نقدر نشكلها بالطول بحيث ان هي تاخد الشكل البيضاوي. وبعد كده بناخد من الحشوة دي حوالي معلقة كبيرة كده من الحشوة، وبعد كده هبدأ ان انا اقفل عليها كده من الاطراف بالشكل ده، وابدا الفها رول، وممكن نقفلها للاخر او ممكن نعمل مثلا لو حابين نعمل فيها شكل كده نعملها بالسكينه كده. وبعد كده نكمل لفه الرول عادي بالشكل ده، وبعد كده بنقفل عليها كويس جدا الفتحه دي. وبعد كده لو حابين ان احنا نرجع نعيد تاني على الفتحات نقدر نعيد عليها كده بالسكينه ونقفل عليها كويس جدا. دهنه خفيفه جدا في الصاج من الزيت، وابدا ارص كل الفطاير بتاعتي بالشكل الحلو ده كده. حاجه بقى سهله سريعه، الجو الحار اللي احنا فيه ده محتاج الحاجات اللي هي تكون خفيفه كده، ما تحتاجش ان احنا نقف كتير في المطبخ، وفي نفس الوقت تكون لذيذه وخفيفه، فهتعجبكم جدا جدا. نعمل كمان واحده كده مع بعض، ناخد الحشوه كده على طرف العجينه، بعد كده نبدا نقفل عليها كده من الجوانب، بعد كده نلفها رول. حابين تعملوا فيها الشكل بقى نعمل فيها الشكل او نقفلها للاخر رول بالشكل ده كده. اهم حاجه نقفل عليها كويس جدا، من عند القفله دي نبدا نضغط عليها كويس علشان في التسويه والتخمير ما تبداش الفطاير معايا تفتح والحشوات تخرج منها تمام بالشكل ده. وبعد كده بناخدها في الصينيه ونكمل كل العجينه بنفس الطريقه بالشكل ده. بعد ما شكلناهم وبقت معايا بالشكل الحلو ده، هنغطيها حوالي 10 دقايق على ما الفرن بتاعنا يسخن. في الوقت ده هنولع الفرن بتاعنا على اعلى درجة حرارة فوق وتحت، بحيث ان هو لما الفطاير تدخل الفرن ما تاخدش معايا وقت، وكمان تفضل طرية. ده اللي بيفرق جدا في ان المعجنات او الفطاير تفضل معايا طرية، ان مدة تسخين الفرن بتكون واخد الفترة الكافية في ان هو يكون محقق درجة الحرارة الكاملة. في الوقت ما بعد ما اختمرت كده هنجيب حوالي ربع كوبايه من اللبن، عليها كده رشه سكر خفيفه، هندوبهم مع بعض وابدا ادهن بيها الفطاير. وبعد كده تقدروا ترشوا عليها كده سمسم وحبة البركة
زي ما انتوا حابين، او ممكن ناخد من صلصة البيتزا وبعد كده نبدأ ان احنا ندهنها كده من بره ونحط عليها كده حلقات من الزيتون، بتكون حلوة جدا جدا ولذيذة. فمعاكوا ده ومعاكوا ده، فالحالتين الاتنين طعمها تحفة جدا جدا. بعد كده شكلناها ودهناها كده حلو، هندخلها الفرن بقى على اعلى درجة حرارة، هتاخد معاكم من 7 ل10 دقايق بالكتير بالشكل الحلو ده كده. بعد كده لما بتخرج من الفرن بصوا قد ايه شكلها حاجة كده في منتهى اللذاذة، خطيرة، فلازم تجربوها. بعد كده لما تخرج من الفرن نبدأ ان احنا نغطيها كده بفوطة مطبخ لحد لما الفطاير معايا تكون طرية وتحتفظ بطراوتها لحد اخر واحدة من الفطاير. بصوا بقى شكلها، سبتها كده تبرد تماما، وبعد كده بصوا بقى قد ايه كده هشة طرية ومنها كده متحمص كده، فطعمها خطير. بصوا بقى قد ايه العجينة طرية جدا، واللي متحمصه دي بتكون التحميص اللي واخده تحميصه زياده دي بتكون طعمها حلو جدا. بصوا قد ايه اصلا العجينه هشه، تحفه جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده تقدموا معاها اي صوصات انتوا بتحبوها ومع مخلل كده، فبتكون حلوه جدا جدا وهي اصلا مش محتاجه اي حاجه خالص. بصوا بقى هنقدم معاها كاتشب كده، وده كده صوص المايونيز اللي احنا عاملينه. هنزلكم ان شاء الله الطريقه، حلو جدا واقتصادي، وعايزه اقول لكم زي بتاع بره. وبكده يكون عملنا ألذ فطاير، لازم تجربوها، تعجبكم جدا جدا.